في الفيديو ده هنشرح لكم بخطوات بسيطة جدا ازاي تحقق أرباح 120,000 جنيه في سنة واحدة من مشروع تكلفته 20,000 جنيه بس. كل اللي متابع مشروعات China.com هيكون عارف المشروع كويس. المشروع بسيط جدا ودي الخطوات. هتشتري مكنة، هتصنع، هتبيع، هتكسب. قبل ما ندخل في التفاصيل ونقول لك مكنة ايه وهتصنع ايه وهتبيع وتكسب ازاي، خلونا نأكد على شوية حاجات مهمة. أول حاجة، قبل ما تاخد خطوة وتشتري الماكينة القائم عليها المشروع، انزل واسأل ازاي كل حاجة. ازاي هجيب المادة الخام ومنين وبكام، وازاي هبيع منتجي والمين وبرضه بكام، وهل المشروع زي ما احنا بنقول فعلا بيدخل الأرباح دي ولا ده كلام على ورق. تاني حاجة، بعد ما تتأكد بنفسك من كل حاجة ومقتنع بالمشروع 100%، اسأل كل عملائنا عن جودة منتجنا وخدمة ما بعد البيع، أو تقدر تعاين الماكينات بنفسك في مصنعنا وتحكم على الجودة وتقارن بينها وبين المنتجات المقلدة الموجودة في السوق. خلاصة الموضوع إن احنا اللي بنقولك اسأل عن كل تفاصيل المشروع قبل ما تبتدي. حاجة كمان عاوزين نتكلم معاكم فيها قبل ما ندخل في تفاصيل الأرقام والحسابات الخاصة بالمشروع. أي مشروع في الدنيا لازم يكون فيه عقبات بتواجهك وصعوبات بتقابلك ولازم تتغلب عليها. بتتغلب عليها بتعبك ومجهودك وعقلك. يعني في المشروع اللي هنعرضه دلوقتي في تعليقات كتير جدا وصلتنا سواء على صفحتنا على الفيسبوك أو على الإيميل، أو حتى تعليقات الناس على الفيديوهات الخاصة بينا على يوتيوب. في ناس بتقول التسويق سهل جدا بس العقبة هي المادة الخام. ناس تانية بتقول المادة الخام أنا أقدر أوفرها بس التسويق اللي صعب. احنا بنقول ان التسويق صعب وانك تشتري المادة الخام برضه صعب. صعب للي ما عندوش عزيمة ولا إرادة، للي مش عاوز يشتغل أو يتعب، وسهل قوي بالنسبة للمجتهد. فخليك من النوع التاني اللي مفيش حاجة عنده صعبة، اللي واثق في قدراته وعارف انه يقدر ينجح وبس كان ناقصه انه يلاقي الفكرة المناسبة. المشروع ده في بداية عرضنا ليه كان تكلفته أكتر من 35,000 جنيه، ومع تطوير مهندسين الشركة نفذنا ماكينات المشروع بأقل تكلفة عشان نقدر نلبي احتياجات السوق. نفذنا ماكينات وتم تقليدها، وتم نشر دراسة الجدوى الخاصة بينا على صفحات التجار على فيسبوك، وتم تقليد بعض ماكيناتنا من خراطين وصنايعية بجودة طبعا أقل كتير وبدون إشراف هندسي ومن غير ضمان أو صيانة أو حتى خدمة ما بعد البيع. منتج من تصنيع ورشة متصنع من خامات رديئة معاد تصنيعها، لكن عشان في شباب كانت بتدور على سعر أقل فبالتالي بيقعوا في شباك بعض المحتالين أو المقلدين. فحبينا نلبي احتياج كل عملائنا حتى اللي بيدوروا على أقل سعر. حبينا نلبي احتياجهم بمكنة بمواصفات قياسية وسعر منافس جدا، 20,000 جنيه بس. وناس كتير سألتنا انتوا ليه مركزين في التسويق على المشروع ده؟ الحقيقة احنا مركزين عليه لأنه بيتوفر فيه مميزات كتيرة جدا. مشروع برأس مال قليل جدا، فبالتالي الموضوع فيه تشجيع لشباب كتير قوي انهم يبدأوا شغلهم الخاص. حاجة السوق للمنتج كبيرة جدا جدا، كل يوم بيغلى بسبب كتر الطلب وقلة العرض. الماكينات صناعة مصرية واللي بيصنعها مهندسين وفنيين مصريين، وبالتالي ده فيه تشجيع للصناعة الوطنية. المخاطرة في المشروع تكاد تكون معدومة، لأن في حالة سوء إدارة المشروع لأي سبب ممكن تعيد بيع الماكينات بسعر مقارب من سعر الشراء. ندخل بقى على الأرقام والحسابات اللي هي الجزء الأهم اللي هنركز عليه شوية. المشروع هو تصنيع نشارة الخشب من فضلات الأخشاب أو هالك الخشب اللي ملوش أي استخدام، ومصانع الموبيليا وورش النجارة بتتخلص منه. الخشب المستهلك ده أو الفضلات بيتم تحويلها لنشارة خشب. نشارة الخشب دي ليها استخدامات كتيرة جدا، تستخدم في مزارع الدواجن ومزارع البط واسطبلات الخيول ومصانع الخل ومصانع اللحوم والأسماك المدخنة ومصانع الخشب المضغوط ومصانع الفحم سريع الاشتعال ومصانع الوود بليت اللي بيتم تصديره ومطلوب في معظم الدول الأوروبية، واستخدامات تانية كتيرة جدا. تقدر تدخل على صفحة المشروع على الويب سايت واعرف كل استخدامات النشارة. هنركز في الفيديو ده على استخدام واحد من استخدامات النشارة، هو استخدامها في مزارع الدواجن، وده لأن مصر فيها أكتر من 300,000 مزرعة دواجن بيستهلكوا أكتر من 1,000,000 طن شهرياً، وبسبب عدم وجود النشارة بشكل كافي بتضطر بعض المزارع تستخدم بدائل النشارة زي التبن مثلاً. لكن كل بدائل النشارة غير عملية وتكلفتها أعلى وليها أضرار كبيرة، عشان كده جميع المزارع بتفضل استخدام النشارة. تكلفة الطن الواحد من المادة الخام بيكون من 300 ل 500 جنيه، وتكلفة التشغيل شاملة العمالة والكهرباء والإيجار والهالك ومصروفات الصيانة الدورية ونقل المادة الخام بتكون 200 جنيه للطن الواحد. يعني تكلفة الطن بعد تصنيعه بتكون من 500 ل 700 جنيه شاملة تكاليف التشغيل.
بيتم بيع طن النشارة بعد تصنيعه لمزارع الدواجن من 1200 ل 1400 جنيه للطن، يعني أقل صافي ربح للطن الواحد 500 جنيه. إنتاجية الماكينة الواحدة يومياً طن ونص، يعني الإنتاجية الشهرية بتوصل ل 45 طن. إذا تم تسويق أقل من 50% من إنتاجية الماكينة 20 طن بس كل شهر، هيكون صافي الأرباح 10,000 جنيه شهرياً. تقدر بعد ما تتفرج على الفيديو تتأكد من كل معلومة اتقالت فيه بنفسك، وتقدر كمان تتواصل مع خدمة العملاء عشان تحدد موعد معاينة للماكينات على الطبيعة بمصنعنا بالعاشر من رمضان. china.com، متعة العمل الخاص.